ازيكم عاملين ايه؟ كنت منزله بوست من كام يوم وجالي الكومنت ده، والكومنت ده مكتوب فيه ان احنا عايزين نعرف شعور اللاعب بعد رد فعل المدرب لو اللاعب اخطأ، سواء رد فعل المدرب كان ايجابي او سلبي. واحنا النهارده هنتكلم عن الموضوع ده. في البدايه حابه اتكلم واقول ان الموضوع ده ابعاده معقده جدا. احنا هنا بنتكلم عن اكتر من حاجه: شخصيه المدرب وشخصيه اللاعب، التجارب السابقه ليهم، الاسلوب اصلا في التعامل والتقبل، وهل اللاعب ده قديم اصلا ولا جديد، وهل المدرب ده بيعرف يتواصل ولا ما بيعرفش. في حاجات كتير قوي بتاثر على الموضوع ده، بس خلينا نتكلم في العموم. ان الانتقاد السلبي بيأثر على اللاعب بشكل كبير جدا، بيأثر عليه، بيخليه دايما كاره نفسه وكاره التمرين، لان الانتقاد الشديد ده هيخلي اللاعب خايف يغلط، ولو ما غلطش مش هيتعلم، لان احنا عارفين ان احنا في التمرين الغلط بنتعلم منه، واللاعب ده هيشك دايما في قدراته، هيفضل شايف ان هو مش نافع، ودايما هيفضل ما عندوش ثقه في نفسه، وكمان هيبقى عنده قلق مستمر من رد فعل المدرب ده، وده هيخليه دايما متوتر في التمرين وكمان في البطولات، وعلى طول هيفضل شايف انه لازم يكون اداؤه مثالي. فالانتقاد الغير بناء ده هيسبب له دايما احباط، وهيخليه حابب ان هو يسيب الرياضه ومش حابب يرجع لها تاني ابدا، واكيد طبعا على طول هيكون حاسس بقله تقدير، وفي بعض الاوقات هيحس بغضب، وهيحس دايما بعدوان تجاه المدرب وحتى زمايله، وبيوصل في الاخر للتمرد، وان هو ما بيبقاش عايز يسمع كلام المدرب وخلاص، هو مش عايز يسمع كلام حد. طب نخش بقى على العكس. انا اصلا ازاي اوجه اللاعب؟ لازم اما اجي اوجه اللاعب بتاعي ابقى عارف ازاي اتواصل معاه، عارف طريقه تفكيره عامله ازاي، عارف انهي طريقه بتيجي معاه. لازم دايما النقد بتاعي يكون بناء، يعني ما ينفعش اقول له انت غبي، انت غلط، انت ما بتفهمش، لا، اقول له دي غلط، الصح بتاعها كذا، انت لو عملت كذا الصح بتاعها هيبقى كذا. فلازم تكون الملاحظات بتاعتي بناءه ومحدده، ولازم دايما اساعده ان هو يبقى احسن، لازم دايما اشجعه، اقول له ان هو كويس، اقول له ان هو هيجي منه، اقول له ان هو هيبقى لاعب كويس جدا. ما ينفعش دايما افضل احبطه بس، ولازم كمان اعلمه ازاي يطور مهاراته، ما هو ده دوري، ازاي اخليه يتقدم في اللعبه اللي هو بيلعبها دي. ولازم اكون قادر اتواصل معاه وافتح معاه حوار علشان اخليه يتغلب على الخوف اللي جواه ده. فخلينا متفقين ان دايما النقد ما بيبقاش كويس، في حاجه اسمها نقد سلبي وفي حاجه اسمها نقد بناء. فلما اجي يكون عندي لاعب، ما ينفعش ان انا دايما احبطه، ما ينفعش ان انا دايما اقعد اقول له انت فاشل، انت مش نافع، انت غبي، انت حمار، او الحاجات الكتير قوي اللي كلنا بنسمعها من المدربين دي. ما ينفعش اعنفه، ما ينفعش اكون في بطوله واللاعب بتاعي عمل حاجه غلط اروح رازعه بالقلم زي ما بنشوف في بطولات كتير قوي. لازم اكون محسسه بالامان، لازم اكون محسسه ان انا خايف عليه، لازم اكون محسسه ان انا بجد عايزه مصلحته، ان انا بحبه، ان انا شايفه ان هو انسان كويس. لازم احسسه ان هو قدراته كويسه، ان هو هيقدر يكمل. ما ينفعش افضل اقول له وافضل انزل من معنوياته وافضل اقلل منه، هو هيحس بقله احترام، هيحس بقله تقدير، يا اما هيسيب اللعبه خالص، يا اما هيغلط في المدرب شخصيا وبرضه هيسيب اللعبه. وانت كمدرب لو دايما نقدك سلبي هتفضل عامل له عقده طول حياته. فيا ريت نحاول ان احنا نتواصل مع اللعيبه بشكل كويس، نحاول ان احنا نفهم اللعيبه اللي عندنا محتاجه ايه، نحاول ان احنا نقدر نفهم دماغها فيها ايه. وبكده اكون خلصت النهارده، ويا رب اكون افدتكم، واستنونا في اللي جاي. سلام.